السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بنحس إن الأيام بتجري بينا وفجأة نلاقي رمضان على الأبواب، بس السؤال اللي دايما بنسأله لنفسنا، ليه بنحس إن رمضان بيخلص بسرعة من غير ما نتغير بجد؟ الإجابة بسيطة، لأننا بندخل السباق من غير تسخين. والنهاردة هنتكلم عن فترة التسخين الذهبية، شهر شعبان، الشهر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه جدا، وللأسف ناس كتير بتغفل عنه. تعالوا النهاردة نفهم فلسفة شعبان وإزاي نخليه فعلا بوابة التغيير لرمضان. ليه شعبان غالي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول وقفة لازم نقف عندها هي مكانة الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم فيه أكتر من أي شهر تاني. لما سألوه ليه يا رسول الله، قال لهم إنه شهر يغفل عنه الناس. دي رسالة لينا إن العبادة في وقت الناس فيه مشغولة وناسية بيبقى ليها طعم وأجر مختلف عند ربنا. أنت دلوقتي مش بس بتعبد ربنا، أنت بتحيي سنة مهجورة وسط زحمة الحياة. رقم 2، الموسم الختامي، رفع الأعمال. تخيل إن شهر شعبان هو التقرير السنوي بتاعك. في الشهر ده ترفع الأعمال إلى الله. هنا لازم تسأل نفسك، إيه هو حالك وإنت عملك بيترفع؟ تحب ربنا يشوف في صحيفتك كسل وقعدة ولا جهاد ومحاولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ده قمة الحياء، إنك حتى وإنت بتقفل ملف السنة بتقدم لربنا أحسن ما عندك عشان يغفر لك اللي فات. رقم 3، تصفية الحسابات، ليلة النصف من شعبان. في منحة ربانية في الشهر ده، وهي ليلة النصف من شعبان. ربنا بيطلع فيها على خلقه ويغفر للكل إلا المشرك أو المشاحن. والدرس هنا، لو قلبك شايل من حد، لو في خصومة مع حد من أهلك أو أصحابك، صفي قلبك دلوقتي. رمضان مش هيدخل قلب مليان غل. سامح عشان ربنا يسامحك، ونظف بيتك الداخلي عشان يستقبل أنوار رمضان. رقم 4، قانون الزرع والسقي وشتة النجاح. أجمل تشبيه اتقال عن الشهور دي هو إن رجب شهر الزرع وشعبان شهر الصقل. لو أنت بدأت تزرع نية كويسة من رجب، فشعبان هو وقت التعاهد. لازم تسقي الزرع ده بالاستمرار. اللي مش هيتعب في شعبان في قراءة القرآن وفي الصلاة، هيجي في رمضان يحس بتعب وجهد كبير ومش هيستمتع بالعبادة. ابدأ بنوافل الطاعات، زود ركعتين، زود صفحة قرآن، ابدأ عود لسانك على الذكر. رقم 5، الدورة التأهيلية، خطوات عملية عشان كلامنا ما يبقاش نظري بس. دي خطة عمل لشعبان. التوبة الصادقة، ابدأ بصفحة بيضة، اعترف بتقصيرك لربنا وقول: يا رب أنا راجع. بروفة الصيام، صوم اثنين وخميس أو الأيام البيض عشان جسمك يتهيأ. صداقة المصحف، السلف كانوا بيسموا شعبان شهر القراء. ابدأ افتح المصحف، مش لازم تخلص أجزاء كتير، المهم تتعود تمسكه كل يوم. الدعاء، عود لسانك على اللهم بلغنا رمضان، وده ربنا يرزقك فيه الفتح والقبول. في النهاية، شعبان هو الفرصة الأخيرة قبل الجائزة الكبرى. ما تضيعش الفرصة وخليك من المشمرين اللي بيخبطوا على أبواب الجنة من دلوقتي. تعالوا نختم بالدعاء ده وقولوا ورايا بقلبكم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بلغنا إياه ونحن في أحسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم طهر قلوبنا من الشحناء ونفوسنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. يا رب اجعل أعمالنا التي ترفع إليك في هذا الشهر أعمالا صالحة متقبلة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وافتح لنا في رمضان أبواب رحمتك وجنتك يا أرحم الراحمين. وكل سنة وأنتم أقرب إلى الله، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.